مساء الخير. القوات الجوية الجزائرية تعزز قدرات النقل التكتيكية بصفقة جديدة مع إسبانيا تشمل 8 طائرات نقل من طراز CN 195. سنحلل جميع التفاصيل وقدرات الطائرة والإضافة التي ستقدمها لقوتنا الجوية الجزائرية. كالعادة نحن لا نتكلم بدون مصادر. أمامكم لقطات شاشة من مواقع إسبانية وأخرى عربية تؤكد الصفقة. هذه الطائرات من تصنيع شركة ايرباص ديفنس اند سبيس، وتعد من أكثر منصات النقل العسكري شهرة في العالم. يمكن استخدامها في النقل العسكري والإخلاء الطبي والمراقبة. طائرة C 295 ليست مجرد طائرة نقل تقليدية، إنها منصة متعددة يستخدمها أكثر من 20 جيش حول العالم. تمتاز بحمولة تقارب 10 أطنان، والأهم من هذا قدرتها على الهبوط على مدارج قصيرة، وهذا ما يحتاجه الجيش الجزائري، بالأخص مداها العملياتي الممتاز نسبيا. لماذا تعد هذه الصفقة مهمة للجيش الجزائري؟ الجزائر لديها تحديات لوجستية كبيرة بسبب المساحة الكبيرة للبلاد، أين يقوم الجيش الجزائري بنقل الجنود ونقل المعدات عبر ولاية الوطن، وهذا ما يحتاج طائرات نقل مرنة. هذه الصفقة ستعزز النقل العسكري الداخلي وقدرات الإخلاء الطبي العسكرية. ربما قد يتساءل بعضكم لماذا اختار الجيش الجزائري طائرة CN 195 وليس C 130 أو الإليوشين 76. تمتاز CN 195 بانخفاض استهلاك الوقود وإمكانية استعمالها في المطارات الصغيرة ذات المدارج القصيرة، وكذلك تكلفة تشغيلها المنخفضة. هذه الصفقة مع الإسبان لديها بعد سياسي ودبلوماسي، وتحمل بعدا استراتيجيا أيضا. العلاقات الجزائرية الإسبانية تعززت في السنوات الأخيرة عبر التعاون الدفاعي والاقتصادي. وكتحليل أخير، 8 طائرات CN 195 ليست مجرد شراءات دفاعية، بل هي خطوة استراتيجية نحو تحديث القدرات اللوجستية للجيش الجزائري. إذا كنت تريد معرفة تأثير هذه الصفقة على التوازن العسكري في شمال إفريقيا، اكتب لي في التعليقات وسأحلل ذلك في فيديو لاحق. لا تنسى دعمنا بإعجاب إذا استفدت، واشتراك ليصلك التحليل القادم.